هلا شباب، إذا ما مسوي سلطة بطيخ قبل أتمنى تتفرج هذا الفيديو. سلطة كلش مختلفة عن بقية السلطات. أول شي أجيب برتقالة وأقصقصها على شكل حلقات، بعدين بسكينة رفيعة أشيل القشر، وش قد ما تكون الحلقة أرفع وش قد ما تكون النتيجة أطيب وأحلى. وأجيب شوندراية مسلوقة وأيضا أقصقصها على شكل حلقات رفيعة. وأنا جبت بطيخ، هذا البطيخ كوري ريحته كلش طيبة ونكهته مميزة. تقدر تستعمل أي نوع بطيخ أو شمام صغير يكون. أول شي طبعا أقشره وأقصقصها على شكل حلقات رفيعة، وبسكينة أشيل النوى مالته وأحافظ على شكل الحلقة طبعا. وتقدرون تستعملون خاشوقة صغيرة، أنا شفت يمكن الخاشوقة الصغيرة أريح وأسهل بشيل النوى. والتتبيلة راح تكون برش ليمونة وعصير ليمونة طبعا، وأضيف زيت زيتون، دبس رمان، شوية ملح، أليبو بابر أو حد حلبي، وشوية نعناع. شيك شيك شيك. وجبت وحدة شالوت أو بصل أحمر صغير يكون، وأفرمها ناعم. وأضيفها للدريسنج. إذا حبيتوا الفيديو أتمنى تسوون لايك واشتراك بالقناة، لأن هذا كلش يدعم القناة، وشكرا لكم. شيك 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 مرلوخ. سلطتنا صارت جاهزة. أجيب الشوندر والبطيخ والبرتقال وأخلطها شوية. السلطة كلش طيبة، أتمنى تجربوها. وأضيف الدريسنج على الوجه، وأيضا خلطة، بس لازم نلبس جفوف من نخلط. وأضيف على الوجه معدنوس ورمان. سلطة كلش مميزة وطيبة وتختلف تماما عن بقية السلطات. جربوها، أتمنى تحبوها، ونشوفكم فيديوهات قادمة.